لو أن المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة وأجهزتها بما في ذلك مجلسكم الموقر قد اطلع بمسؤولياته في التوصيف الصحيح لهذا التمرد المسلح، وسمى الأمور بمسمياتها، وتصدى بمسؤولية لحكومة أبو ظبي التي ترعى هذه الميليشيا الإرهابية وتمدها باستمرار بالسلاح والعتاد العسكري المتطور والمرتزقة، حيث أن الروايات المضللة في توصيف هذه الحرب كانت بمثابة الضوء الأخضر للميليشيا بالاستمرار في انتهاكاتها الصارخة. سيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي والسادة الحضور الكرام، في الوقت الذي تطلع فيه القوات المسلحة بواجبها الدستوري في مواجهة هذه الميليشيا الإرهابية وحماية المدنيين ووحدة الدولة وسلامتها وبسط سيادة حكم القانون مع مراعاة الالتزام الصارم بمبادئ ومعايير القانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك المرعية ومراعاة النسبية والتناسب من أجل الحماية القصوى للمدنيين، فإن حكومة السودان لم تغلق الأبواب أمام الجهود المخلصة الصادقة الهادفة لوقف الحرب وإنهاء التمرد، استنادا إلى خارطة الطريق التي أودعها فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي لدى الأمم المتحدة بتاريخ 15 مارس 2025، ثم لاحقا مبادرة حكومة الأمل للسلام التي قدمها معالي رئيس مجلس الوزراء بمجلس الأمن بتاريخ 22 ديسمبر 2025. سيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي والسادة الحضور الكرام، وأنا أخاطب مجلس حقوق الإنسان الموقر، لا بد من أن أجدد تأكيد التزام حكومة السودان بالاستمرار في التعاون والتنسيق البناء مع آليات حقوق الإنسان في بلادنا، وهي المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والخبير المعين لحالة حقوق الإنسان في السودان. كما نؤكد على المستوى الوطني بأن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب هي أولوية قصوى بالنسبة لنا، وقد قطعنا في ذلك شوطا عبر اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني. كما نؤكد التزام الحكومة بالاستمرار في تسهيل وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين بما في ذلك الذين هم في مناطق انتشار الميليشيا المتمردة. سيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة الحضور، ختاما نشكر للمفوض السامي اهتمامه وحرصه على زيارة البلاد ومقابلة الناجين من مذابح الميليشيا في الفاشر وغيرها، ونؤكد حرصنا التام على استمرار التعاون والتنسيق معه ومع مكتبه بالبلاد. شكرا سيد الرئيس.